طلاب أولى إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للترم الأول، إن هو نظام الغابات في إفريقيا. هتدرسوا معايا نظام الغابات المدارية المطيرة وغابات البحر المتوسط. قبل ما نبدأ في نظام الغابات بنوعيه، عايز أعرف يعني إيه غابة. قال لي الغابة مساحة من الأرض تزيد عن 5000 متر مربع، والأشجار فيها لا تقل أو لا تزيد لا تقل عن 5 متر، 5 أمتار. طب إيه هو النظام البيئي؟ قال لي مجموعة من الكائنات الحية والغير حية بيتفاعلوا مع بعض. إيه الكائنات الحية والغير حية؟ زي الموارد الطبيعية، التضاريس، المناخ، الحرارة، الجو، الرطوبة. كمان بدرس دي كلها غير حية. الماء والتربة برضو غير حية. أما الحية نباتات، حيوانات، كائنات دقيقة. طيب، أكبر نظام بيئي موجود عندي هو الغلاف الحيوي للأرض. ده بيساعد النظام البيئي ده على الاستقرار، بل استقرار أو التوازن البيئي ده يعني الاستقرار داخل النظام البيئي. طب ايه اللي بيخلي النظام البيئي يختل او حدوث خلل فيه؟ قال لي مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية. طبيعية انا ماليش دخل فيها كإنسان، حرائق، جفاف، زلازل، براكين، أعاصير. أما الأسباب بشرية: إزالة الغابات، الرعي الجائر، التوسع العمراني، التلوث. قال لي النظام البيئي ده بيقسم ل3 أنظمة: نظام بيئي أرضي، ونظام بيئي مائي، ونظام بيئي بشري. الأرضي زي الغابات، الحشائش، الصحاري. المائي بنوعيه العذب والمالح. نظام بيئي بشري المناطق العمرانية والأراضي الزراعية. أول حاجة تاخدوها معايا دلوقتي هي الغابات المدارية المطيرة. بتعرف بالغابات الاستوائية لأنها قريبة من خط الاستواء. ديت على ما أقولك، دي الغابات دي بتبقى أكثر الغابات تنوعا، لأنها موجود فيها الآلاف من الأنواع من الأنظمة، الحيوانات والنباتات، يعني أكثر تنوعا. كمان عايزة أعرفها في الموقع بتاعها عاملة ازاي. قال لي الموقع الفلكي بتاعها بتمتد بين دائرتي عرض 10 شمالا و10 جنوبا. الموقع الجغرافي ليها، يعني الموقع الحقيقي عشان أوصل لها، موجودة في وسط القارة. في شمال حوض نهر حوض الكونغو وساحل غانا، وفي الشرق موجودة في جزيرة مدغشقر. أما بالنسبة للمناخ والخصائص المناخية بتاعتها، الحرارة والمطر عاملين ازاي؟ قال لي حرارة مرتفعة طول العام وأمطار غزيرة طول العام. فعشان كده بقى المدى السنوي الحراري السنوي منخفض، لان المدى الحراري السنوي ده بيعبر عن حرارة مختلفة، لكن انا عندي الحرارة ثابتة اللي هي مرتفعة، والامطار برضو ثابتة اللي هي غزيرة طوال العام. كمان الضغط الجوي متأثر طبعا بسبب انخفاض ارتفاع الرطوبة. انا عندي كمية بخار الماء الموجودة في الجو، لازم الهواء يكون يعرف يعني يستطيع تحملها. انا عندي كمية التبخر في المنطقة دي عالية، فالهواء ما يقدرش، عشان كده الرطوبة مرتفعة. بالنسبة للخصائص المناخية زي ما انتم شايفين كده. ندخل على النباتات. النباتات بتاعتها قال لي كثيفة ومتسلقة ومتماسكة، فده بيمنع وصول الضوء. النباتات بقى اللي بتطلع في الظل دي مين؟ قال لي المهوجني، كلهم بحرف الميم اهو، يعني فيهم ميم الاول: مهوجني، موز، مانجو، كاكاو. كمان عندي المطاط والابانوس. اهم الحيوانات النمور والقردة والتماسيح والذئب. التماسيح والافاعي، مفيش الذئب عفوا، والنمل الابيض. كمان عندي في التربة بتاعتهم، بتاعت الغابات المدارية المطيرة، لونها أحمر لأنه بيوجد بها أكسيد الحديد. ده اللي بيخلي التربة أحمر. التربة دي بتبقى فقيرة في الأملاح والموارد المعدنية، مفيش معادن فيها. الأهمية بقى بتاعتها إيه؟ قال لي عندنا أهمية اقتصادية، ما أنها مصدر المواد الخام، ومصدر للغذاء، ومصدر الأدوية، والمطاط بتاع الكاوتش العربيات بطلعه من الغابات دي، والوقود. أهمية سياحية ليها، مقصد للسياح. أهمية بيئية، تحافظ على التوازن البيئي. إزاي؟ مثل غابات
حوض نهر الكونغو اللي بتمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وبتنتج كميات كبيرة من الأكسجين، اللي هي يعني بتسحب لنا، بتمتص كميات كبيرة من اللي هي ثاني أكسيد الكربون، يعني بتسحب الغازات الضارة وبتتعود علينا بالغابات المفيدة لينا الأكسجين. ندخل بقى على غابات البحر المتوسط. موقعها في، قال لي موقعها الفلكي بتمتد من 30 ل45 بين دائرة عرض شمالا وجنوبا في شمال قارة 30 ل45 دائرة عرض في قارة أفريقيا، مش في أفريقيا بس غابات البحر المتوسط موجودة. قال لي لأ، دي موجودة في آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وكمان عندي في جنوب غرب منطقة الكاب. طب المناطق اللي أنا قلتها دي، قال لي العلماء لما جم شافوا لقوا الغابات دي موجودة، نفس الأشجار موجودة في الدول اللي أنا قلتها دي، فطبعا مش هيسموها اسم تاني لأنها نفس النوعية بالظبط، فأطلقوا عليها برضو غابات البحر المتوسط. يبقى موجودة على الساحل الشمالي الغربي لقارة أفريقيا وأقصى جنوب منطقة الكاب غرب الكاب، يبقى ساحل الشمال الغربي لأفريقيا، قارة أفريقيا الشمال الغربي وجنوب غرب منطقة الكاب. المناخ بتاعها، الخصائص المناخية بتاعته، الصيف حار جاف مفيهوش مطر وشديد الحرارة، الشتاء دافئ ممطر، النباتات متوسطة يعني حجمها من 5 ل20 متر. النباتات ديت دايما دائمة الخضرة لأن في أمطار بتتخزى عليها. جذورها أهم الأشجار بقى الموجودة فيها الأرز والصنوبر والبلوط الفلين. كمان الحيوانات اللي بتعيش في الغابات البحر المتوسط الأغنام والماعز والذئب والثعالب. التربة بتاعتها 3 أو 4 أنواع، حمراء نتيجة لوجود أكسيد الحديد بها، بني غير مكتمل التحلل، المواد العضوية بتاعتها اللي هي النباتات والحيوانات مش متحللة قوي، أسود تربة سوداء دي بقى مكتملة التحلل وصالحة للزراعة، المواد العضوية بتاعتها اتحللت. أما عندي كمان تربة لونها بيضاء نتيجة السيليكا والمواد الجيرية، ده نوع من أنواع الرمل الأبيض. أهميتها الاقتصادية، طبعا أهي أهمية اقتصادية هتبقى مصدر للغذاء ومصدر للنباتات اللي هي بتتغذى عليها. أهميتها السياحية، طبعا السياح بيجوا الاستجمام. أهميتها البيئية، تمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وبتحسن به الجو. في أخطار بتواجه نظم الغابات في أفريقيا، قال لي أيوه، الحرائق، الغابات دي بتتعرض لحرائق كتير، وكمان إزالة الغابات عشان يستفادوا منها من الأخشاب بتاعتها. قال لي أعلى قارة تمر بها إزالة الغابات هي أفريقيا. كمان عندنا الحرائق والجفاف وإزالة الغابات، دي أهم الأخطار اللي تواجهها غابات موجودة عندي في القارة. ده كان درسنا النهاردة، شكرا.